ارخص عربيه كروس اوفر اوروبيه في السوق المصري المثيره للجدل رينو كاردين. انا في الاول هوريكم العربيه كده بسرعه، وفي الاخر هقول لك امتى بقى تشتريها وامتى ما تشتريهاش. انوار ال اي دي، بيانو بلاك، لوجو رينو الجديد. الحته دي برده كلها على شكل لوجو رينو، حركه حلوه، سنسرز قدام وكاميرات 360، جنط صغير مقاس 16، تو تون، مرايات ضم كهرباء، بلايند سبوت، كومفورت اكسس، والروف راك شكله روش قوي. من ورا الفانوس اللي على حرف السي اللي رينو بقت مشهوره بيه، والشنطه مساحتها 400 لتر مساحه، انا شايفها تؤدي الغرض. من جوه عندك تلفزيون مالتي فانكشن، بادل شيفترز مع انه في السي في تي، بس الزوم روشنه، ديجيتال ديسبلاي، شاشه فيها وايرلس كار بلاي واندرويد اوتو وامبيانت لايتس في الباب. المساحات ورا يا دوبك تؤدي الغرض، ومفيش اي حاجه تذكر ورا تقريبا غير المخرج التايب سي ده اللي قاعد ورا هيتحمص بالصيف. والحته بقى المثيره للجدل، العربيه دي تيجي بالموتور ال 1000 سي سي 3 سلندر اللي بيطلع 100 حصان و140 تورك، نفس اللي بيجي في التالينت، وانا بصراحه ما شفتش اي من الناس بتشتكي منه من ملاك التالينت لحد دلوقتي. طب امتى تشتري العربيه دي؟ تشتري لو عايز عربيه اوروبيه حتى لو بتتجمع في المغرب بامكانيات كويسه، كل وسائل الامان، شكلها حلو جدا وواجهه كويسه قدام الناس. ما تشتريهاش امتى؟ لو عايز عربيه واسعه، فالعربيه دي مش واسعه قوي، ان هي سب كومباكت كروس اوفر، يعني قريبه شويه من الهاتش باك. لو انت بتخاف من 3 سلندر واحد مثلا شغله كله سفر او كده، ما رشحلكش 3 سلندر. غير كده العربيه دي تمام. ومن غير ما اطول عليك، قول طول يا بس فصيف، فالعربيه دي موجوده بدون مصاريف اداريه وتامين شامل هديه في اكستريم اوتو.